مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من شرح تانك. هنتكلم عن الحلقة ال 12 من الموسم الثالث شارك تانك، وتحديدا هاي شاركس، احنا جابريز جيرلز. جابريز جيرلز كانوا جايين وعاملين شركة متخصصة في صناعة اللبس الفورمال للسيدات والبنات. الشركة دي أسسها 3 بنات اخوات، منهم 2 جين زي وواحدة كده زي حالتنا ميلينيوم. الشركة بقى لها 5 شهور بس شغالة. خلال الفترة دي قدرت تعمل مبيعات ب5 مليون جنيه، وده رقم كويس قوي. كانوا جايين معارضين او طالبين 3 مليون جنيه مقابل 10% من الشركة، يعني مقيمين شركتهم ب 30 مليون جنيه. بدأوا البيتشنج بتاعهم على طول بكلمة عرفنا ان في عجز في الفورمال وير للسيدات. الكلمة دي كان عندي عليها تحفظ سريع. أنا بالنسبة لي عرفنا دي يعني في إحصائية معاك، ممكن تقول خدنا بالنا، ممكن تقول لاحظنا إن في عجز، إحنا كبنات شفنا الحتة دي، لكن عرفنا دي يعني بتدل إن أنت معاك انفورميشن وهم ما عرضوش الكلمة دي. طبعا زي أي بيتشنج بيبقى فيه نقط بوزيتيف ونقط نيجاتيف، فخلينا نتكلم على النقط بتاعتهم. اولا كان النقط البوزيتيف ان هم الخامه عندهم كويسه قوي، اغلب الشاركس شكروا فيها وشافوها، وكمان الخامه اللي هي فيه خامه مش بتتكرمش، بتتكوي مره واحده وبعد كده خلاص، حتى لو انت غسلتها فجابوها واستخدموها في البنطلونات بتاعتهم، فدي ايدج عندهم. كمان فكره ان هم بيستخدموا ERP وCRM، دي برامج بتساعدك انك تشوف العملاء وعايزين ايه ومحتاجين ايه وتعرف تعمل تراكنج للفلوس بتاعتك، فدي نقطه كويسه ان هم اشتغلوا بيها من البدايه. في ستارت اب كتيره بتقول لك لا مش محتاج، انا ممكن اشتغل باكسل وبعدين بعمل الكلام دوت. فايا كان ERP او CRM هم بيستخدموه حتى لو حاجه صغيره، دي نقطه بوزيتيف في صالحهم. في نقطتين بقى بالنسبه لي كنت شايفهم نيجاتيف شويه. هم بيتكلموا على حجم المبيعات وان هم بيعملوا نت بروفيت 58% وبيبنوا على الرقم ده. طبعا الرقم ده مش هيستمر زي ما هم لما السكيل يكبر، فيعني مش صح خالص ان هو يبني على ده. لازم نشوف ايه الحقيقه هتبقى فين. لما هكبر معناها اكسبنسز اكتر والبرسنتج بتاعت النت بروفيت دي هتقل. النقطه الثانيه بقى اللي انا مستغرب ان الشاركس وافقوها فيها، اللي هي كانت بتتكلم ان هم عملوا بليزر من غير بطانه عشان الحرب. يعني انا شفت البليزر ده في مصر حتى في الاماكن الشعبيه، فانا مش عارف ايه الابداع او ايه اليونيك بوينت في الحته دي، والشاركس عجبتهم. فيعني ات سيمز انه ممكن في الكوميونتي بتاعهم مفيش البليزر ده، بس ده موجود يعني عادي. وبالرغم من ان هم المده اللي اشتغلوها قليله، ولكن برضو لو تفتكروا لما كلمتكم عن حجم المبيعات بالوحدات، فهم طلعوا برضو عملوا انجاز من 50 قطعه في الشهر ل 1500 قطعه في الشهر. دي زياده ملحوظه. طبعا مفيش فرق عمله حصل خلال يعني الفتره دي كبير، ولكن برضو دي نقطه تحسب لهم. النقطه بقى اللي انا كنت شايفها غلط جدا ان هم كانوا بيفكروا يعملوا براند رجالي، او مش براند، لاين رجالي جوه البراند ده. يعني انا مش متفق معاهم خالص، ولو هم شافوا الحلقه دي اقول لهم اوعوا تعملوا كده غير ببراند تاني خالص. لان هم اثناء البيتشنج اتكلموا ان هم بيعرفوا يبيعوا بالستوري تيلينج، ان هم 3 بنات وكانوا بيعانوا من المشكله دي وعملوا ده. فيعني غلط خالص. البراند ايدنتيتي هتبوظ لو انت رحت دخلت الرجالي فيه. ده وجهه نظري. ودي النقطة اللي هم أكدوا عليها لما تسألوا انتوا ايه الايدج بتاعكم، او انتوا يعني ايه البارير اوف انتري. دي صناعة موجودة وفي تايكونز فيها، فقالوا we are not selling product, we are selling customer experience. ودي حقيقة جدا. هم مش بيع المنتج لوحده، وانت بتعمل experience على بعضها، فانت باني القصة دي كلها على لبس البنات. ما ينفعش تيجي في النص كده تروح مدخل لبس ولاد جوه نفس البراند. انا مش شايفها حركة صح. النقطة بقى الحلوة لما اتسألوا على السيستم بتاعهم ده ايه، اكتشفنا ان هم اللي عاملينه ان هاوس، وفعلا هو كده واضح ان هو هيبقى فعلا حاجة بسيطة وسيمبل، ولكن في الاخر ما اشتغلوش بلدي، اشتغل بنظام عشان يعرف يتراك العمليات بتاعته والعملاء بتوعه، ويعرف يعمل افيشنسي عالية قوي في عملية البيع. فاكرين بقى تعليق على النت بروفيت اللي في الاول؟ واضح قوي لما تسالوا بقى على الجروس بروفيت والنت بروفيت، الفرق بينهم 10% بس. وطبعا ده مش طبيعي لان حجم الاكسبنسز عندهم مش ضخم، وده هيكبر لما السكيل بتاعهم يكبر. ايمن عباس بقى كان اول حد يديهم اوفر، قال لهم انا هديكم 3 مليون جنيه مقابل 30% من الشركه، وكان بيدي الاوفر ده وهو مقتنع ان يعني بقيه الشاركس هيرخموا عليه في الحته دي، وقال انا ما حدش بيسيبني في الحته بتاعه الفاشن. دخل فاروق ادى عرض اوحش منه، انا مش عارف ده ليه، بس هو بيحاول يشدهم بمميزات تانية. عرض عليهم 3 مليون جنيه قابل 40% من الشركه، وبدا يقول لهم انا هساعدكم وهدخلكم اماكن كتيره والحته دي. دخل سلام عرض نفس الاوفر بتاع ايمن عباس، قال له 3 مليون جنيه مقابل 30% من الشركه. بعدين دخل احمد طارق، ده انتوا عارفين طبعا في شراكات كتيره بين احمد طارق وبين فاروق، فقال له استاذنك ادخل معاك في العرض، ودخل وبدا يحاول يقنعهم بالعرض بتاعه. حصل شويه نيجوشيشن، بعدين خرجوا يتناقشوا ورجعوا وقالوا احنا نعمل كاونتر اوفر. احنا يعني عايزين زياده عن الكلام دوت فيزيكال ستور.
هنا بقى بان النقاش والدنيا فتحت تاني ان الشاركس احمد طارق وفاروق معترضين على فكره الستور. عندهم وجهه نظر فاليد جدا. انت معاك 4 برودكتس بس، وده اللي هم قالوه في الاول ان هم عاملين المبيعات دي كلها من 4 منتجات. هتفتح ستور ليه؟ انت محتاج يبقى عندك على الاقل 100 ديزاين عشان تفتح ستور. وكمان لو انت عايز تعمل يعني هاي اند براند لازم بقى تفتح ستور والتاني والتالت، ويبقى عندك بلان كامله مش واحد بس، ولازم يكون على مستوى عالي من الديكورات. وبالتالي كانوا مختلفين معاهم. ايمن عباس قال لهم بقى ايه؟ انا ما عنديش مشكله، انا عندي مكان نقدر اجيب لكم فيه اوفر كويس واسلفكم الفلوس بتاعه الايجار بتاعه او التجهيزات بتاعته، بحيث ان يعني اكن اديتكم فيزيكال ستور، بس دي هتترد. وكانت في حدود 2 مليون جنيه. قال لهم او زي ما تجيب. الكلام ده خلى محمد فاروق يزود عليه، قال لهم خلاص انا بقى هديكم لون زياده عن 3 مليون من 2 ل 6 مليون جنيه، ولكن نستخدمهم في حاجات تانية غير الستور. وكمان هساعدكم في موضوع الاي اي، ما حددش ازاي يعني بالظبط، ولكن انتوا عارفين انه عنده سوفت وير هاوس وبيحاول يشغله او بيستغله في المشروعات اللي بالشكل ده. طبعا القرار هنا العرض بتاع احمد طارق ومحمد فاروق كفاليو على بعضها اكبر، ولكن هم عجبوني قوي ان هم اختاروا الاوفر بتاع ايمن عباس، لان ايمن عباس كاستراتيجي كان متوافق معاهم اكتر. البيزنس ما فيهوش قوي صح وغلط، لازم تكون القرارات كلها ماشيه مع بعضها. هم اختاروا الشخص اللي ماشي معاهم في الاستراتيجي اللي هم عايزين يروحوا لها. النقطه بقى الاخيره اللي عجبتني ان هم كمان باصين ان هم يعملوا نسيج لنفسهم، عايزين يعملوا نسيج خاص بجبرز وير، وده هيبقى يعتبر بارير اوف انتري، لان انت لو بتشتري قماشه من مكان ممكن حد تاني يشتريها، لكن لو عملت نسيج خاص ليك دي خطوه مش بالسهل اي حد صغير يعملها. فدي كانت اخر نقطه بوزيتيف في الفقره بتاعه جبرز وير. وده كان ملخص الفقره بتاعه جبرز وير في الحلقه ال 12 من الموسم الثالث شارك تانك. لو عندكم اي استفسارات او اسئله اكتبوا لنا في الكومنتات. لو عايزيننا نتكلم في اي مواضيع تانية خاصه بالبيزنس ابعتوا لنا على طول. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتم على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب للقناه. ما تنسوش تتفرجوا على الحلقات اللي جايه والحلقات اللي فاتت من شرح تانك.